السلام عليكم متابعين هدهد للطبخ. اليوم نسوي أنا وياكم عجينة البورك، ونبدي بسم الله. بداية الأمر بتكون المقادير مالتنا من بيضة واحدة، نص كوب طحين، وكوب نشا، ورشة ملح، وكوبين ونص مي. ونخلط المقادير والرأسا نشتغل بيها. بعد ما خلطناها كل زين نتأكد من عدم وجود أي تكتلات، بعدين نبلش نشتغل بيها. وهنا نخلي طاوة على النار ونضيف كمية من العجينة مالتنا، ونتركها تستوي على كيفها. نعرفها استوت من تبين من هنا ناشفة والأطراف مالتها بلشت تشلع. هسه استوت، أشيلها وأكمل الكمية وأرجع لكم. طبعا نستعمل الحشو اللي يعجبكم. هنا أنا لحم مثروم حمسته وضفت عليه بصل وحمسته وياه، وبعدين بوتيتا، وضفت له بالآخر شوية كرفس، أو تحبون جبن وتحشونه، أي شي يعجبكم. خلي كمية من الحشوة ونحاول نسدها من جهتين ونلفها على كيف وبإحكام. وهذا شكلها. أسوي كل الكمية وأرجع لكم. وهسه بعد ما كملت كل الكمية يلا نبلش نقليها. وهنا بعد ما أخذت اللون الذهبي الحلو نقلبها على الجهة الثانية. وهسه بعد ما أخذت اللون الذهبي الحلو هسه نطلعها، نكمل الكمية كلها وأرجع لكم. وهسه هنا بعد ما كملتها اسمع القرمشة. وهسه أشوفكم الداخل مالتها. ألف ألف عافية علينا وعليكم. مع السلامة.